أنا أسمع. على أذني أنا أسمع. أنا أقول. تريو. هذه رسالة مسيلمة العشاب. غنقول ليه بأن في الظروف الاستثنائية اللي كتسميهم انت الكهنوت هما اللي وقفوا مع ولاد الشعب، هما اللي مشاو للأقاليم والقرى والمداشر النائية باش يقدموا الدعم الملائم والمناسب لخوتنا وحبابنا. وانت في هاد الظرفية بغيتي تستغلها باش تبدا تثبت سمومك وافكارك الشيطانيه وبدا تغير عقائد المسلمين على انك وليتي مفكر العصر وبديتي كتنظر وبديتي الزلزال حق تحركات تكتونيه والصفائح كذا، وما كعرفتيش بان فوقنا رب السماوات والارض اللي قادر يعطي وياخذ. وبالتالي انا كنقول لك على انه كان بيناتنا واحد العهد، وواحد ماشي معك انت، مع اقاربي واقاربك كان واحد العهد على انك سوف تصمت وتلزم بيتك وتبتعد عن الحديث في علماء الشرع وتبتعد عن الحديث في الدين. لكنك نقضت العهد واستغلت وقمت باستغلال هذه الظرفيه اللي هي الزلزال المدمر واللي هي مصيبه من المصائب اللي سلط الله علينا على انك بديتي كتستغل في الظرفيه وكتبت رسائلك المسمومه باش تستافد من اللايكات ومن الجيمات وباش تملا الخزائن ديالك والجيوب ديالك اللي ما خرجتيها على خوالك اللي قلتي في الفيديو على انه من اقاليم الحوز وما انتقلتيش عندهم وما عطيتيهمش الدعم وما ساندتيهمش. لكنك قلتي غتسكت، ما سكتيش ليس خوفا منك، لكن عطيت عهد لخوتي والاحبابي واصدقائي على انني سوف اسكت وانسى هذا الموضوع. لكن انت بقيتي كتخرج وبقيتي كتكلم، ونزيدك على ان خوالك اللي قلتي من اقاليم الحوز وتا هما تضروا، راك انت عرفتي شنو درتي البنات خوالك وبنت خالك اللي خرجتيها من الفيرما ديال بن سليمان وجريتي عليها هي ولادها وراجلها وجريتي عليهم المناطق المجاوره. هذه رساله لك باش تعرفوا الناس حقيقتك وباش يعرفوا الناس الخبث ديالك وباش يعرفوا الناس على انك جئت لتغير عقيده المسلمين. عائلتك وما سولتيش فيها، عائلتك وما لقيناكش في المداشر والقرى واقف وغادي بالدعم، لان اللي غتوصل للقرى والمداشر غيشيروا عليك بالحجر ما غيقبلوكش. علاش؟ لانك يعني طعنت في شرعهم وطعنت في دينهم وطعنت في كل شيء. اذا انت لا خرجتي للقرى والمداشر غيشيروا عليك بالحجر، لان عرفوا حقيقتك اش كتسوى. كتقول لهم المساجد، انا غنوريك المساجد في التسجيل دابا، غنوريك المساجد كي دايره. قلتي علاش المساجد صدمات عفوا بقات صالحه، انا غنمشي نوريك المساجد كي ولات. وري السيد فين كيصلي، وري السيد فين كيصلي. هاد الناس وريني هاد الناس هذا، وريني هاد الناس. لا بلاتي هاد الناس اللي كتشوف فيهم هنا، هاد الناس عندهم المسجد اقدس بقعه ارضيه هنا، كيحيدوا من ديورهم وكيديو المسجد، كيسبقوا المسجد هو الاول. صيفط لي البيفان جداد، شكون صيفط لكم البيفان جداد؟ مزيان. يعني الناس حارصين على انهم يلبيو النداء ويوقفوا مع خوتهم المسلمين. وليتي كتقول لهم لا علاش كيبنيو المساجد بالاسمنت وهما وريهم المنازل المبنيه بالاسمنت، رجع وريهم المنازل المبنيه بالاسمنت، راه المنازل. لكن الظروف ديال كل واحد الله يحسن العوان، ما عندوش باش يبني، ما عندوش الظروف، عنده القريه بعيده كيفاش غيطلع السيما وكيفاش غيطلع ياجور كيفاش غيطلع الحديد ديال التراب. لكن نقول لكم واحد القضيه، كاين تصدعات ما كاينش انهيارات. علاش؟ لان الارض صحيحه كما قالوا بعض الاخوان، لان الجبل صحيح، لان كاين جبال اخرى اللي هي هشه واخا تكون باني بالاسمنت غادا تطيح، لان نتوما باش ضررتوا دابا بالصخور اللي نزلات من اعالي الجبال. وغنقول لك راك كتحارب مع القدره ديال الله عز وجل، وهذه رساله عطاها لك الله مسيلمة العشاب، عطاها لك باش ترجع عن غيك وترجع عن ظلمك لشرع الله. لكن باقي نزيد فيه، ولن نتوانى عن الدفاع عن شرعنا وعن مقدساتنا وعن ثوابتنا الدينيه. هذه رساله من سكان اقليم شيشاوه واقاليم اخرى غنصوروا معها ان شاء الله، على ان لقاو معاهم الرجال ولقاو معاهم الاخوه ولقاو معاهم جميع التنظيمات وجميع المنظمات وجميع الجمعيات، لقاوهم واقفين. وانت مسيلمه كتجمع في اللايكات في الفيرما ديالك، اقول في